من الاخر بقى نجم مصر، انت لو ما لعبتش ملعب تراب وما لعبتش بكوتش باتا يعتبر ما استمتعتش بالكوره، وتطلع كده بالعفر وبتاع. هاخدك معايا ماتش ترابه، يلا بينا. ركبنا التوك توك وخرجنا وايه ووصلنا الملعب. اهم حاجه بقى من الماتش كوبايه القهوه دي، بتفوق. ادى الكوتش الباتا طبعا رمز من رموز العالم. في اول الماتش كده طبعا كل ما اجي اوقف كوره، لان ما كنتش لعبت بقالي حوالي سنه ونص على ترابه، مش عارف اوقف الكوره فين وفين. بعد ما بدات اخد حساسيه الكوره، لازم طبعا تباصي باصه، تسند باصه لحد ما تدخل في الماتش وتعرف الدنيا ماشيه معاك ازاي على الارض دي. بدات اهو اعمل اللي انا هباصي اهوت، واروح واجرب واشوط بحيث ان انا ادخل ايه في الماتش. مره شوطه، مره استلامه وسنده. سيبك انت بقى، العفر اللي بيطلع من الملعب ده متعه يا جدعان. عفر كده يجي في عينيك وفي ودانك وفي مناخيرك وفي كل حاجه. طبعا حطها لي، كان لازم اشوطها من مره واحده بس المدافع طلعها، ده اسيست بس صاحبي بقى